اوميجل واحد من اغرب واشهر المواقع اللي عرفهم الانترنت. منصه بسيطه لكنها كانت كتخبي عالم كامل من القصص واللحظات الغريبه. ملايين الناس من كل انحاء العالم كيدخلوا يوميا يهضروا مع ناس عمرهم شافوهم، مقالب، صدمات، واحيانا حتى الدموع. سوف هذا الفيديو معكم يكشو علي وغادي نعاود لكم القصه الكامله. Is consistently being forced to do things that a child should not have to do. الموقع بدا في 2009. كانت فكرته مجنونه بقدر ما هي عبقريه. كتدخل كتلقى راسك مباشره كتهضر مع شخص عشوائي من اي بلاصه في العالم، بلا اسم، بلا تسجيل، بلا حتى مقدمه. سرعه وسهوله الاستخدام ديالو خلاته ينتشر بين الشباب والمراهقين، وحتى الكبار لقاو فيه فضاء للتسليه والاكتشاف. مع مرور الوقت ولات منصه مسرح لكل شيء، مواقف مضحكه، مقالب، مفاجات، تفاعلات مؤثره، وحتى المحتوى كيصدم. بزاف ديال المؤثرين والمشاهير استغلوه باش يصوروا فيديوهاتهم. من ابرزهم ماكس ميجو، الساحر الامريكي اللي كان كيدخل الموقع ويقرا الافكار الناس بطريقه خياليه كتخلي اللي يشوف يشك في الحقيقه. كان يدخل بلا مقدمات، يقول كلمات بسيطه، الناس كتفاجئ بانه عارف اشياء شخصيه عليهم، والدهشه كانت باينه في عيونهم. حتى كايسين، يوتيوبر معروف، دخل لعالم اوميجا ودار فيه مقلب مثير، ما بينها واحد المشهد اللي ولا ترند ملي ظهر بانه كيعرض سلع مشبوهه للبيع. صادف واحد الراجل مسكين اللي تصدم وبدا كيبكي من الخوف، ما عرف واش كيعيش لحظه حقيقيه ولا غير مقلب. هذا المشهد خلى الناس بزاف يعاودوا التفكير في سلامه هذه المنصه، خصوصا مع غياب الرقابه. مع زياده الشهره بدا الخط الاحمر كيتجاوز في واحد البث المباشر. نفس الشخص مره اخرى، ماكس ميجو، دار مقلب خطير بزاف، مثل على كانه شنق راسو قدام الكاميرا. المشاهدين ديالو تصدموا، وهذه اللحظه ولات ماده النقاش والغضب. وحتى من بعد ما تبين انه مقلب كان متفق عليه، ردود الفعل كانت قويه، وكثير من الناس اعتبروا هذا الفيديو او هذا النوع من المقالب خطير وغير مسؤول. وسط كل هذا الضحك والمحتوى الترفيهي كانت كاينه جوانب مظلمه ما كانوش الناس كيبغيو يهضروا عليها. اوميجل رغم البساطه كان ارض خصبه للاستغلال. عدم وجود تسجيل او النظام تاكد الهويه خلاله ما كان مفتوح للناس اللي نواياهم خايبه. 2019 بنت من اوريغون في امريكا رفعت دعوى قضائيه ضد الموقع، وقالت انها تعرضت لاستغلال جنسي وهي قاصره. How are you? Good, how are you? You are adorable. I like your dress. Thank you. How old are you? Very old. Do you have any kids? Yeah. What? How old? He's 16. I'm Yeah. 16. Oh, I love that. What's your name? My name's Ashley. Nice to meet you, Ashley. My name is Mike. What are you wearing? Sweatpants, socks. I have a question. Would you stand up for me and take your sweats off? Actually, yes. Perfect. Who are you here to meet today, buddy? من طرف اشخاص استغلوا المنصه بلا ما يتعرضوا لاي مراقبه. ما كانتش بوحدها، جمعيات حقوقيه، منظمات حمايه الاطفال، وحكومات بحال ديال بريطانيا واستراليا بداو كيطالبوا اغلاق الموقع او على الاقل فرض رقابه صارمه عليه. الضغط كبر بزاف، والموقع ما كانش عنده الامكانيات البشريه الكافيه باش يواكب هذا التحدي. اوميجل كان كيسيروه عدد قليل من الناس وما كانش قادرين يراقبوا كل شيء. نوفمبر 2023 المؤسس ديال الموقع ليف كاي بروكس خرج بيان رسمي وقال فيه انه قرر يسد الموقع بشكل نهائي. تصريحه قال بانه ما قدرش يتحمل المسؤوليه ديال الاذى اللي ممكن يوقع بسببه، وانه رغم كل شيء بغى يحمي الناس من الخطر كان ممكن يطور اكثر. وهكذا تسد الستار على واحد من اغرب الظواهر اللي عرفها الانترنت. الموقع بدا بفكره بسيطه وكبرت ولا ساحه، لكن انواع التجارب من الضحك والمقالب والمواقف اللي خرجت على السيطره. مع كل وقع اوميجل جزء من ذاكره الانترنت، ذكريات الكثيره غادي تبقى في بال اللي عاشوها، سواء كانت لحظات ممتعه او صادمه. اذا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك، وما تنساش دير سبسكرايب، وخلينا الراي ديالك في الكومنتير، وما تنساش تقول لنا علاش بغيتينا ندويو في الحلقه الجايه. Give me a hug. Video J. قول له I love you. I love you. لا دي I love you too. I love you too.